سلام، اليوم مع سر الكوزينة جيتكم باللمبوط ولا جاتو المحكن. هذه الوصفة اللي راهي دايرة حالة على مواقع التواصل الاجتماعي. مام هذه الوصفة كليتها عندي واحد 10 سنين ولا، والمكون الأساسي فيها لازم تديروه. راح نوريه لكم في الوصفة. نبداو على بركة الله، بسم الله. عندي كيلة نتاع بيض. هنايا استعملت 10 حبات نتاع بيض. نتوما ديروا غير بكاس ولا برك، سيرتو المبتدئين. قلت لكم انا درت كيلة نتاع بيض، تحصلت فيها على 10 حبات نتاع بيض. معها كيلة نتاع سكر. في الحقيقة هما يديروا غير السكر الرطب برك، أنا درت نص كيلة سكر رطب وكملت بالسكر الأحرش. يعني درت كيلة نتاع سكر، خليط ما بين سكر الرطب وسكر الأحرش. ومعها لافاني درت لافاني بودر ولافاني ليكيد. ودرت معاهم ثاني مبشور حبة ليمون. وديما نقول لكم السر تاع لافاني ومبشور الليمون يقتل لنا ريحة البيض. وديروه ديما مع البيض، يعني ما ديروهوش في الأخير، يعني ديما كي تحطوا البيض ديروا مبشور الليمون ولا لافاني. وضربوا مليح بالباتور حتى السكر تاعكم يذوب لكم، حوالي 5 دقائق حتى ل10 دقائق. ماهيش جينواز، يعني ما تضربوش بزاف، حوالي 5 دقائق 10 دقائق، غير قيس ما يذوب لكم هذاك السكر. ضفت عليه ثاني رشة نتاع ملح. الملح تقدروا ديروه مع الاول، انا درته هنايا. ودرت عليه ثاني المكون الاساسي اللي درت لكم عليه هو الجلجلانيه. الجلجلانيه رحيوها وما تسقليوهاش باسكو من بعد رايحه طيب. درت نص كيلة نتاع جلجلانيه، لازم ديروا فيه الجلجلانيه. الوصفه الاصليه فيها الجلجلانيه، هي صح اللي ما عندهاش تقدر تستغنى عليها، مي قلت لكم انا الوصفه الاصليه اللي كليتو فيها وبزاف عجبني فيها الجلجلانيه. ديروا نص كيلة تاع جلجلانيه، ارحيوها وما تحمصوهاش. عندكم ثاني كيلة نتاع زيت، يعني قد البيض قد السكر قد الزيت، كيلة بيض كيلة سكر وكيلة نتاع زيت. بالنسبة للزيت حطوه تدريجيا باه اللمبوط تاعكم يجيكم خفيف. السر تاع الزيت ما تحطوهش دفعة واحدة، حطوه غير بشوية برك كيما راكم تشوفوا، كيما نخدموا لا مايونيز، يعني نديروه خطوط رقيقة. وبقاو تضربوا حتى الخليط تاعكم يولي لكم ثقيل. كي تكملوا مرة ديروا له نص كيلة تاع نشا. انا شفت عدة وصفات يديروا كيلة كاملة تاع نشا، ما ننصحكمش، يعني ديروا نص كيلة تاع نشا تكفي، واللمبوطه تاعكم بهذه الطريقه راح يجي بزاف خفيف. واللي ونشفوا بالفارينه. انا هنا هذا المقدار دايلي كيلو نتاع فارينه. الفارينه هنا عينكم هي ميزانكم، انا استعملت كيلو نتاع فارينه، نتوما تقدروا ديروا قل كما تقدروا ديروا اكثر. في وسط الفارينه ديروا الخميره. بالنسبه للخميره استعملت 2 باكيات ونصف تاع خميره. عندكم كل 4 حبات نتاع بيض باكي تاع خميره الحلويات. نعاود لكم 4 حبات نتاع بيض تقابلها باكي خميره الحلويات. انا قلت لكم استعملت 10 حبات نتاع بيض، يبان درت الخميره 2 باكيات ونصف تاع خميره الحلويات. وديما نقول لكم نحطوها في الوسط نتاع الفارينه، ونبداو نلمو حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه وتلزق في اليد. انا هنا العجينه نتاعي مازالت محتاجه، زدت لها شويه نتاع فارينه، قلت لكم دات لي كيلو نتاع فارينه. وديما ما تعجنوش، ابالكم تعجنوا، يعني لموا برك. هذا هو الخليط نتاعي، شوفوا كيف تحصلت عليها، وهذه هي العجينه نتاعي. عجينه تكون طريه وتلزق في اليد، ما تيبسوهاش بزاف وما تجريوهاش بزاف كيما الكروكي، يعني ديروها شويه طريه برك، هذا ما كان. في الحقيقة هما يستعملوا بهذه الرحاية اللي نرحيو بها اللحم ولا نرحيو بها الغرس، ويديروا عليها المحكن. انا كي جيت نخدم بها للاسف المحكن نتاعي جاني كبير للرحاية تاع الغرس، يعني كي تخدموا بها راح تجيكم العملية بزاف سهلة، وثم تخلصوا حوالي نص ساعة تكملوا. انا قلت لكم كي جيت نخدم بها للاسف، كي جيت نحط المحكن نتاعي لقيته اكثر من الرحاية تاع الغرس، ولا قلت لكم يرحيو بها اللحم. انا يعني في الحقيقة نرحي بها غير الغرس، وليت خدمت بهذه الطريقة القديمة. الطريقة هذه القديمة تعب شويه، حوالي ساعتين وانا مع هذو 10 حبات نتاع بيضه، يعني ساعتين حوالي حتى لساعتين ونص وانا نخدم. جبت المحقن نتاعي، جيبوا محقن يكون مليح. من بعد جيبوا العجينه نتاعكم. السر ثاني تاع الاحمرار هذاك، بزاف ناس شفتهم في الفيسبوك يسقسيو على الاحمرار. الاحمرار هو الزيت، يعني العجينه نتاعكم غطسوها في شويه نتاع زيت وبداو خدموا. وديما الصبوع تاعكم تغطسوه في الزيت باه ما يلزقش في العجينه. لازم هذه حاجه، لازم خطوه اساسيه. يعني تجيبوا بول حطوا فيه شويه نتاع زيت، ديما اغطسوا العجينه نتاعكم في شويه نتاع زيت، ومام الصبوع تاعكم اغطسوه في شويه نتاع زيت وخدموا. البلاطو ثاني ادهنوه بشويه نتاع زيت، راكم تشوفوا يعني البلاطو مانيش دهنته غير بشويه، عمرته هكذا بالزيت باه من بعد المحقن نتاعي ما يلصقش. هذه كيما نقولوا حنا الاساسيات في الكاطو تاع المحقن. قلت لكم غطسوا العجينه في شويه نتاع زيت وحطوها في المحقن، ومام الصبوع تاعكم ديروا في شويه نتاع زيت وطبعوا هكذا. كي تخرج لكم هذيك
العجينه واللي وروليوها كيما راكم تشوفوا. هو كون خدمنا بالماشينه تاع الغرس كي تخدموا في الهواء تجي الطريقه سهله خير يعني. مي للاسف قلت لكم انا ما قدرتش نخدم بها، خدمت بهذه الطريقه جاتني شويه صعيبه. قلت لكم عبزوا حتى تخرج. كي تخرج العجينه نتاعكم وليو زيدوا روليوها. كي تروليوها مش بزاف يعني، وروليوها غير شويه برك راكم تشوفوا الطريقه راهي واضحه. وليو بالموس نتاعكم عادلوا الحبه تاعكم باش تجيكم الحبه اكل كيف كيف، وقطعوا تقدروا حتى تكملوا مره باه تقطعوها بالحبات نتاعكم كامل. قلت لكم يجيكم كيف كيف، ولازم تعدلوا. راكم تشوفوا كيف راني نعدل في الموس باه الحبه تاعي تجيني مستطيله قد راكم تشوفوا راني نعدل بالموس. هذه خطوه اساسيه لازم ديروها قلت لكم باه الحبات نتاعكم يجيوكم كامل مليح. بالنسبه للناس اللي تحبوا على شكل دائري ثاني بنفس الطريقه يعني، ديما العجينه نتاعكم تغطسوها في شويه نتاع زيت، وميم الاصبع تاعكم ثاني تغطسوه في شويه نتاع زيت، راني نركز لكم عليها. من بعد كي تخرجوا العجينه نتاعكم روليوها وديروها على شكل دائري. هنايا انا مع الاول كنت نخدم بهذه الطريقه يعني كي الرولي نولي نحطهم فوق بعضهم هكذا. الحبات هنا ما يجيوكمش باهيين بزاف. نتوما واش ديروا؟ انا هنا ما صورتش، قطعوا بالموس يعني الحواف الاخرين قطعوهم بالموس ولصقوهم في بعضهم برك. كي تقطعوهم بالموس وتلصقوهم في بعضهم الحبه راح تجيكم تحفه يعني، وتجيكم بزاف مليحه. راح نعت لكم مع الاخر الحبات نتاعي كيف تحصلت عليهم يعني. الطريقه راهي واضحه. قلت لكم نروليو برك ونوليو لصقوهم في بعضهم. وشني نتوما كي تلصقوهم قطعوا الحواف بالموس ولصقوهم في بعضهم، ماشي بهذه الطريقه يعني. بالحبه تاعكم تجيكم متحوفه وتقدروا تخدموا كما راني نخدم انا يعني. راني خدمت هكذا ومن بعد وليت بدلت. ونكمل الحبات نتاعي كامل بنفس الطريقه. بالنسبه للطياب نتاعو تحمروه حوالي 10 دقائق ولا راح يطيب لكم، غير تحمروه شويه من تحت واللي حمروه من الفوق. في الاخير هذوما الحبات نتاعي. شوفوا هنايا اللي قصيتهم بالموس كيف جا الشكل نتاعهم، جا ما شاء الله. ما نشوفوا الاحمرار نتاعهم. وحنا ثاني تعتمد على الفور نتاعكم. الفور اللي عاد نوعيه مليحه، انا عندي اريستون وميم ثاني فيه الفونتيلاتور. الحبات تاعي لهذه يطيبوا كيف كيف. وهكذا كاينين حبات في الوسط تاعهم حمرهم لي شويه، راكم تشوفوا في الحواف كانوا زي وفي الوسط حمرهم لي شويه يعني حسب الفور نتاعكم. وهذو هما الحبات نتاوعي. ما بقى نقول لكم غير شاهدكم في الجنه، وما تنساوش ديروا لي ابوني ومام دعموني شويه صحاباتي حبيباتي، عايشكم بليز. شاهدكم في الجنه وسلام.